في زمن كانت فيه الأوطان تمزق والقوانين تصاغ بعيدا عن روح الإسلام، ظهر رجل لم يكن مجرد داعية بل كان موقفا، رجل جمع بين القضاء والدعوة والسلطة ثم دفع ثمن ذلك كله. إنه عبد الغني شيخ أحمد آدم، ولد عام 1929 ميلادية في إقليم بكول غرب الصومال، في بيئة بسيطة لكنها مشبعة بالإيمان. حفظ القرآن صغيرا وتربى على يد والده العالم، فتشرب العلم قبل أن يعرف الدنيا. تنقل بين مدن الصومال طلبا للعلم حتى كانت نقطة التحول منحة إلى الأزهر الشريف. هناك في مصر لم يتعلم فقط الفقه بل تعلم كيف تبنى الأفكار، وفي أروقة الأزهر اقترب من رجال الدعوة واستمع إلى خطبهم ودروسهم، فلم يعد طالب علم فقط بل أصبح صاحب رسالة. عاد إلى الصومال لا ليعيش حياة عادية بل ليشعل فكرة، فجمع الشباب وأحيا فيهم معنى الإسلام، وحشد الجماهير حول دعوة حية. دخل سلك القضاء حتى أصبح مستشارا في المحكمة العليا، ولم يكن قاضيا تقليديا بل حاول أن يعيد للقضاء روحه وأن يقربه من الشريعة. لم يكتف بذلك، فسعى مع رفاقه إلى تأسيس جمعية نهضة العلماء، مشروعا دعويا يحمل فكرا ويبني وعيا. وفي زمن الاضطراب تم تعيينه وزيرا للعدل، لكنه لم يكن رجل واجهة بل رجل موقف، فاصطدم بالسلطة ورفض القوانين المخالفة للشريعة حتى أصبح وجوده عقبة. فكانت النهاية المتوقعة إقالة ثم اعتقالا، 3 سنوات في سجن انفرادي، لكنهم لم يستطيعوا كسره. خرج من السجن وغادر وطنه خفية متوجها إلى الكويت، حيث بدأ فصلا جديدا باحثا في الموسوعة الفقهية، وهناك عرفته عن قرب. لم أجد فيه ضجيج العلماء ولا تكلف أهل المناصب، بل وجدت إنسانا بسيطا يحمل في صمته عمقا وفي هدوئه ثقل تجربة طويلة. كان متواضعا بصدق، صابرا لا يشكو، ثابتا لا ينحني، لا يخضع للطغيان ولا يجامل على الحق. وفي صباح يوم هادئ عام 2007 ميلادي رحل الرجل في الكويت، لكن ما لم يرحل هو أثره، بقي في الدعوة وفي الفكر وفي كل موقف يقال فيه الحق بلا خوف.